تخيل معايا تكون ناعس بالليل والثقيل وكل شيء ناعس، وشويه كتسمع الصوت ديال الكراسه كيتجروا من الفوق، والصوت ديال الخطاوي كيتمشاو في السقف، وكتقول مع راسك راه غير الجيران كيرتبوا في الدار. ولكن تخيل تكون في الطابق الاخر وما فوقك حتى واحد. هنا غادي يبرد لك الدم في العروق. يونس شاب بسيط من المدينه القديمه في المغرب، خدام في واحد الورشه ديال الحديد مع الحاج ميلود، راجل كبير وطيب بزاف، وكيعامل يونس فحال ولده. والورشه بعيده على الدار ديال يونس، ولكن يونس ما كانش كيشكي حيت كانت عزيزه عليه خدمته والحاج كيعاونو. واحد النهار الحاج ميلود قال ليه يونس الدار اللي فوق الورشه خاويه، اجي اسكن فيها باش ما تبقاش تضرب هذيك الطريق وما غاديش ناخذ منك فلوس بزاف في الكرا. يونس فرح ومشى جمع حوايجو وطلع سكن في الدار. الدار كانت قديمه بزاف والحيطان كاع مقشرين والريحه ديال الخمل طالعه من الدار، ولكن قال ماشي مشكل نخدم ونتستر في الدار. في اول ليله مع 2:30 ديال الليل بدا كيسمع واحد الصوت، الكراسه كيتجروا وشي حاجه كتحرك من الفوق. هو يقول يقدر يكون شي واحد ساكن في الدار الفوق، اولا الحاج عطى السوارت لشي واحد سكن في الدار الفوقانيه. الناس غير بزز في داك الليل، ولكن في الليله الثانيه نفس التوقيت كانت هذيك هي الليله ديال الكابوس، نفس الصوت ولكن هاد المره بزاف. الكراسه كيطيحوا والصوت ديال الخطاوي كيتقرب بزاف من السقف بحال شي واحد كيمشي فوق راسو مباشره. يونس تخلع والقلب ديالو بدا كيضرب بالجهد حتى سكت هذاك الصوت، ولكن هذاك الثقيل كان مرعب بواحد الدرجه ما تخيلوهاش، اكثر من هذاك الضجيج اللي كان. في الصباح هو يسول صاحبه اللي خدام معاه سميتو حمزه، قال له خويا حمزه واش كاين شي واحد ساكن في الدار اللي الفوق؟ راك عارف كنسمع واحد الصوت كل ليله. حمزه شاف فيه وقال له شوف يونس الدار ماشي جديده وكان ساكن فيها واحد الحداد قبل منك، مات في واحد الظروف حتى شي واحد ما كيعرفها، والناس في الحومه كيقولوا بان هذيك الدار مسكونه. يونس ضحك وقال ليه اخويا راه هادشي غير تخربع، انا ما كنامنش بهاد الهضره. ولكن مع الليل نفس التوقيت بدات ثاني الكوابيس، كل مره كيشوف الحلم ديالو نفس المشهد، الصوت فوق منه والضوء كيتبدل وواحد الصوت خفيف كيقول ليه ما تطلعش خليك بلا فضول. جا الصباح يونس وجهه صفر ما كينعش والعيا بان عليه، سولت فيه مولات الحانوت اللي حداه سميتها لاله عايشه، وهي تقول ليه يا ولدي ما تاديهمش وصلي وقرا القران وخليهم في حالهم. ولكن يونس الفضول غلب عليه، جا الليل خدا بيل في يده وطلع الدار الفوقانيه. الدار كانت مسدوده بالقفل ولكن الصوت جاي من الداخل، هرس الباب ودخل، ضرب فيه واحد البرد بارد والريحه ديال الدخان قديم والغبره مغبره الدار كامله. هو يشوف الاثار ديال الكرسي مجرور في الارض والبصمه ديال اليد واضحه في الحيط، تجمد في بلاصتو، ولكن شي حاجه فيه خلاتو يكمل. وصل لواحد البيت فيه اثار ديال العافيه وكرسي مهرس بحال اللي كاين في الحانوت، وشويه حس بواحد النفس سخونه وراه، دار يتلافت ما كاين حتى شي واحد وراه، ولكن الصوت بدا كيرجع، الصوت ديال الكراسه والهضره وشي ضحكه خفيفه. هرب يونس خرج من الدار وهو كيتنفس بصعوبه. من داك النهار ما قدرش يبات في ديك الدار وسكن في دار اخرى، ولكن المشكل حتى في الدار الجديده بدا كيسمع نفس الاصوات، الكراسه كيتحركوا والصوت ديال الخطاوي، ومع العلم ما كيسكن فوقو حتى شي واحد، كاين غير السطح. واش هاد الصوت اللي كتسمعو حقيقي او لا غير الخوف اللي خلاه يسمع هذاك الصوت؟ الله اعلم. وانت واش عمرك سمعتي هذاك الصوت في داركم بالليل ولا ما عمرها طرات لك؟ كتب لي في لي كومونتير وشاركني الراي ديالك وخلي القصه الجايه تكون من تجربتك. كان معكم ابراهيم الهاشمي وهذه هي قصتنا اليوم. تهلاو ليا في راسكم ونتشافوا في فيديو الجاي. تهلاو.